إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتوصل بالجديد لحظة نشره فعلوا خاصية الجرس. السلام عليكم خوتي العزاز ومرحبا بكم كيف العاده في قناتكم وقناتنا جو فوت بريس. قبل ما تشوفوا هذا الفيديو اللي غيهضر فيه الاعلام التونسي على فوز المنتخب المغربي على اسكتلندا، بغيت كلشي ضغط على زر لايك، بغينا الفيديو يوصل للمغاربه كاملين. وغادي تشوفوا في هذا الفيديو الاعلام التونسي اشاده كبيره بالمنتخب المغربي بالاداء اللي قدموه، وقال لك صافي المنتخب المغربي يعني فات الكل منتخب عالمي، وصراحه تنتمناو مزيد من التالق المنتخب المغربي في المباراة القادمة. بغيناهم عاوتاني يربحوها هايتي ان شاء الله ويتصدروا المجموعة ديالهم. فغنخليكم دابا تشوفوا شنو قال الاعلام التونسي على قوة اسود الاطلس، ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو كيف العادة. منتخب اسكتلندا بهدف اسماعيل الصيبري منذ الشوط الاول يقترب من المرور الى الدور ال 16. مباراة كبيرة اخرى للمنتخب المغربي، مباراة جيدة لنايل العناوي، بوعدي، شاد رياض، اسماعيل الصيبري. نحكيو على روما، ليل، كريستال بالاس. ايضا بالنسبه لاسماعيل الصيبري باش ينتقل لبايرن ميونخ، هو بالطبيعه لاعب في البي اس في سابقا. برشا كاليتي فرقت البارح في مقابل، بالرغم انه راهو منتخب اسكتلندا قدم مباراه جيده جدا. راهو تكتيك علاش من افضل المقابلات لعبهم منتخب اسكتلندا يمكن منذ مقابله مكتوميني عمل مقابله كبيره منذ مقابله منتخب الدنمارك في التصفيات. دونك سي لو بلان اتليتيك وسي لو بلان معناتها تكتيك عمل ماتش كبير للمنتخب ليكوس، مالغري زاد المنتخب المغربي جاتو زوز فرص ولا ثلاثه الشوط الاول، من بعد معناتها بصعوبه يلقى لافاي ويلقى لوبورتونيتي باش يعمل بور كريي اون اوكازيون المنتخب المغربي، لانه كان تنظيم تكتيكي ودفاعي ممتاز من المنتخب الاسكتلندي. المنتخب المغربي كاليتي اخرى ولا عنده شاوية اخرى ولا عنده نيفو كاليتي نتاع الملاعبيه اللي هو المستوى العالمي. تحس هذاك العادي نتاعهم. كي تشوف مزراوي وكي تشوف حكيمي وكي تشوف بوعدي وكي تشوف العناوي في الوسط، العناوي البارح الراجل بالدم ومريول مقطع، والتكلوات اللي عمل فيهم في القدام وفي الميليو. ما تقولوش راهو مغربي ولا مولود في المغرب، مولود في فرنسا. انا نحكي فرنسي ما يحكيش مغربي، ما يحكيش عربي، ويحكي ايطاليانو بما انه يكور في روما. هذيك روما تعلم. لا مش روما، هو ابوه لاعب التنس يونس العناوي. عمل برشا انجازات قبل، عمل برشا انجازات كبيره في التنس وتكلاسه حتى يظل من العشرة الاولى في العالم، كما تو المغرب الخامس عالميا. فوالا المنتخب المغربي الحقيقه منتخب ولا صف اول في العالم. وانا بالنسبه لي وصوله في المونديال هذايا والا حتى في المونديال اللي قبله للثلاثة 4 مرات الأولى راهو حاجة عادية جدا، ما هيش مفاجأة. ممكن 2022 كانت مفاجأة، اليوم في 2026 وصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي راهو ما هوش مفاجأة. ودايور أنا اللي يعجبني في المنتخب هذايا ابار الكاليتي تكنيك وابار الانضباط التكتيكي والروح العالية اللي يلعبوا بها والإيتا ديسبري اللي يلعبوا بها ملاعبية الكل. المزراوي يشوفوا كيفاش يتاكلوا في الكورة، كيفاش يعمل الخنوس، كيفاش يعمل ملاعبية تشيخ كورة، تخليك فخور بالمنتخب هذايا. معناتها المغاربة يكونوا فخورين بمنتخبهم، واحنا حتى عرب راهو نكونوا فخورين بالمنتخب المغربي. راهو ساب من قبل، راهو المنتخب المغربي عنده نجوم، لكن كانت عندهم كما نقولوا احنا حجر الانتماء. لا حجرة الملابس، هم كلهم لاعبين برا يعني منذ ظهر لي 2004 ما فيهم حتى واحد ينشط في بطولة المغربية، كلهم ينشطوا برا. يمكن زاد هما الخروج مبكر يعني، ولا يمكن والديهم يجيبوهم في بقعة وبعد يختاروا المغرب يعني. انا بالنسبة لي المنتخب المغربي من قبل عنده نجوم لاعبين، راهو من مصطفى حاجي من لا انت تثبت كاماتشو يعني بتاع النادي الافريقي. جوار اخر انا تعرفوا البهجة. بهجة صح. يونس البهجة. لا والاخر هذاك اللي يعرفش عليه هما قبل الفيستير زايري جواد عرفش عليه هما من قبل. فما عديد اللاعبين عديد النجوم، لكن فماش سيطر على حجرة الملابس. يمكن كانت عنده مشكلة هذيك. هم موجودين ديبورتيفو الكروني كلها راهو كانت موجودة. المنتخب التونسي كانت اللحمة. او تقول لك شنو العكس، المنتخب التونسي ما يعجش بالنجوم.
اما ايكيب كانت اللحمه كيما 2004 كيما 96 كيما 78 نرجعوا ل 78 المنتخب الاول اللي كانت يمشي برك واحد برك في كاس العالم. كانت اللحمه كانت يد واحده. لكن طبعا احنا لاعبين خارج يعني ما همش مولودين في تونس، كيفاش توظفهم كيفاش تخليهم، هذا دور المسؤولين ودور المدير الرياضي. واضح. نمشي للياسين باش نعطيك المنتخب المغربي. انا انت معجب بالعيناوي، يظل معجب جديد. انا يعني معجب بكل الفريق، وبصراحه معجب برشا بالمدرب هذا لعده وهبي. اعتبارات. اول حاجه فما بوكو ديتاي، حكيت في المقابله الاولى كيفاش يلعب على الاستحواذ على البوزيشن. اهم حاجه البيرميتاسيون ما بين ثلاثي وسط الميدان، اناحي بوعدي والعيناوي. نشوف في بيرميتاسيون، يعني نشوف اناحي ياخذ كره على اليمين يمشي الكلوار، كيف في الجهه الاخرى ياخذ على اليسار. هنا تشوف في العيناوي كيفاش يمشي ويحاول يكمل الهجمه، وعادي اللي يتيح بارفوا كبيفو سنتينيل ويكون يكون قريب لي دوز اكسيو باش يلعب هيك تمريره عكس. احنا ديما مالوريزمون ندخل في الكومباريزون عكس الفوت اللي تاع فيها الصغيري ما فماش مليح. صحيح. انا كنشوف كيفاش يعملوا هما ضد البرازيل. يعني تصور انت المقابله اللي قبلنا فيها الهدف الثالث اللي كان قسم بالنسبه لنا، راني خضيره يجري للتيران وعاطي دودو للملاعبي. هنا يوريك هنا الكاليتي نتاع الملاعبيه. حاجه اخرى زاده، راهو المدرب هذايا خلق يعني انعدام التمركز بطريقه تخليك يعني تستغرب. تشوف انت حكيمي ظهير ايمن موجود في السيرفاس 3 أو 4 مرات بصفه متتاليه في شوط. راهو هنا يوريك الاقرب للمركز هو اليو كي بي، يوريك الكره الشموليه، الكره الشامله تطبق باحسن ما يكون مع المدرب هذايا. حاجه اخرى البوسيشن نحكيت عليها اللي هي بالنسبه لي نقطه فارقه. حاجه اخرى الكاليتي تكنيك نتاع اللاعبيه. باش نعطيك ليكزامبل في دقيقه لعب، راهو ديما احنا كملاعبيه نحكيو ديما نقول بتواضع خاطر ما لعبش في نيفو عالي عكس الناس اللي تحكي. مالوريزمون ما نجموش احنا بارفوا نحكيو، لكن فما ملاحظات تخلينا نحكيو عليها. نتفرجوا ونتابعوا. راهو الكنترول اللي عمله السايبري، راهو الكره كيفاش تلب عمل لا بيلارك دو سيركل وتعطات الكره من حكيمي. لو بلوز امبورطون كيفاش كره كانت اورينتي في شون بيان ديتيرميني. الكنترول برافو عليك يا نيس، الكنترول اللي عملوا مش بداخل الرجل، راهو عملوا بالاكستيريور دي بي. لا مش بالاكستيريور، حاول انه يلم الكره برباط الصباط، خلى الكره قدامه دو تيل فاسون، خلاها زاد كيف تعمل هيك الروبون باش تعطيها كو دي بي في اللوبوزي. هنا يوريك الكاليتي تكنيك نتاع الملاعبيه اللي قادر انه يجيب ماتش كيف في الدوزيام ميتون. جاتو لوكازيون اخرى في لوكازيون الاولى، براتيكمون دوز اوكازيون اللي جاوا السايبري. لوكازيون الاولى سجلت، لوكازيون تاع الدوزيام ميتون كيفاش تعطات من الخنوس وضرب كره بطريقه بالانتيريور دي بي. خنوس لا خن واضحه. هو راني انا اول مره باش خنوش انا يعني اول مره باش نقول فما اللقب هذا موجود. الخنوش موجود لقب في المغرب موجود. وسالت يعني الاصل ينجم يكون لكن انا مولود في تونس راه ما عنده حتى علاقه بالخنوس بيا. فما البساو بالشاز ما عنده حتى علاقه بيا. اللي تحكي عليه بالحق مهم جدا. راهو منين ناخذها المدرب الجديد؟ ناخذها من عند وليد الركراكي. مش سهل هوني باش نختلف معاك شويه. الامانه معناها هو يعرف عنده المعلومات ادق منها بصراحه. لا خذاش هو عنده افكار، وبالعكس المغرب ما كانش مش لا نوميناسيون يعني على القرار اللي خذاته الاداره تاع الاتحاد المغربي بتوصيه من الركراكي. لا ماهوش بالسهل تاخذ ريليف وتعمل اكسبلوات. هو علاقه اللاعبين مع وليد كيفاش يعني قريب لهم. يعني انا برافو للمدرب اللي جابته المنتخب المغربي اللي مش فاسيل تاخذ منتخب في النيفو، يعني عمل اكسبلوا كبير ياسر في 2022 ما عدا استثناء هو الكاف، يعني الكاس افريقيا ما تحصلش عليه. هيك على تشد الموضوع بالحق. نقول الخامس الهدف الخامس للمنتخب هولندا عن طريق سامر يعني احنا ربعنا قلت لك الخمسه باش ترجعهم لنا. ما تقولش بعد الخماسي الهدف الخامس ربي يولي لك خير. باش نحكيو تو شويه على كما شفنا الخوت المنتخب المغربي فاز على منتخب اسكتلندا، مباراة اللي كانت قوية ومباراة قاصحة بزاف. علاش قاصحة؟ لأن المنتخب الاسكتلندي تيعتمد بزاف على القوة وتيضربوا راه العصا. كانت البارح خوتي والحكم طالق اللعب. المهم ماشي مشكل، أهم حاجة هو الفوز. دابا بقات لنا المباراة الأخيرة إن شاء الله اللي غتكون يوم الأربعاء مع منتخب هايتي، وخاصنا نلعبوا ونربحوا المباراة ونحاولوا نتصدروا المجموعة ديالنا. علاش اخوتي نتصدروا؟
نقدروا، لان غنلعبوا يا اما مع هولندا ولا مع اليابان، وتنفضل نلعبوا مع اليابان احسن من هولندا. راه شفنا هولندا يعني بينوا على القوه ديالهم، واخا الا مشيتي لكاس العالم ما تخاف من منتخب، ولكن تتفضل انك تلعب مع منتخبات يعني اللي النسبه ديال القوه ديالها اقل من المنتخب الاخر. يعني نتفضل اليابان على هولندا باش ان شاء الله نبقاو مستمرين. اما كما قلت لكم ملي تدخل كاس العالم راه غتعول على تلاقى مع المنتخبات الشرسه والمنتخبات اللي تيلعبوا الكره، وحنا بدورنا الحمد لله منتخب عندنا تيلعب الكره. باقي تنقول الحاجه الوحيده اللي ناقصنا هي هذيك ديال صافي تفيني الهجمه، هذيك هي اللي باقا خاصنا. كون كان عندنا اللي صافي تيلصق الكره في الشبكه كنا غنكونوا من احسن يعني غنكونوا قويين. اما دابا راه الحمد لله من احسن المنتخبات اللي كاينين في العالم، ولكن كنا غنزادوا قوه. وهذا المشكل هذا خاص محمد وهبي ان شاء الله من هنا لقدام اللي سالي كاس العالم ان شاء الله يقلب على الدراري وينقب مزيان باش يلقى لنا شي راس حربه اللي تلصق الكره في الشبكه ما تيزقلش. والدراري خاصهم في المباراه الجايه ان شاء الله خصوصا برايم دياز خاصو يبقى يطلق كره للدراري شويه. يعني تنشوفوا داكشي اللي تيدير مع المنتخب ما تيديروش ملي تيكون لاعب في ريال مدريد. في ريال مدريد تيشد تيدير اللي عليه تيطلق الكره للزملاء ديالو الفيني ولا مبابي. هنايا ما تيطلقش الكره مع المنتخب، وهادشي لاحظه الجمهور كامل. راه شفنا هذيك اللقطه اللي كان يسكت لنا فيها القلب البارح بلاص ما يعطيها للسيباري يزيد الهدف الثاني، يعني طمع فيها وبغى هو اللي يسجل. لا دابا راك تلعب مع المنتخب، يعني تلعب للبلاد تلعب للشعب كامل، فما تخليش الشعب يغضب عليك والجمهور المغربي يغضب عليك. اعطي الكره اللي تتعطى واللي تتسدد تسددها وسجل لينا. حنا ما كرهناش كلشي يسجل اهداف، ماشي السيباري ولا دياز ولا بغينا تابونو يسجل اهداف. اهم حاجه هو نربحوا، وهادشي اللي كاين. حيت في مباريات قويه ضد منتخبات اقوى من اسكتلندا راه تضيع بحال هاد الاهداف يتسجلوا عليك اهداف وتولي انت السبب في هزيمه المنتخب. فتنتمناو دياز يفيق شويه معنا ويتوقد ويبقى يطلق كره لصحابو بالزربه، ما يبقاش يعلق في كره. السلام عليكم.